تتذكرون هذيك الأيام أيام ما كان التيك توك غير العربي عبارة عن رقص ورقص ورقص. بس إحنا كعرب كنا نعيش بعالم ثاني تماما. عالم التيك توك العربي ما كان بيه تحديات فاشلة أو رقص ممل. إحنا كنا نعيش حرب التيك توك العالمية. القصة اللي راح أحكي لكم إياها اليوم مو مجرد سالفة عاديا أبدا، لا لا لا، هاي هي الأسطورة، الأساس لجذور التيك توك، بداية كل شي صار بالتيك توك. So now we're going to see if we got the secret اليوم weapon أنا جاي that'll أوثق be able to للعالم get قصة device. جيل Here's the nice part. 2019 Really و2020 likely we'll و2021. see if we can قصة sneak up on الحروب it. العظمى اللي اجتاحت التيك توك بذاك الوقت. وانت هل انت اللي جاي من المستقبل اذا ما لحقت على هاي الحروب؟ تعال احكي لك القصة قبل لا يحرفها التاريخ مثل ما تحرفت كل الحروب بالعالم، واذا انت من ابطالها فخلي نرجع نعيش الذكريات. بس قبل لا نبدأ خلي احكيكم شلون بدت اول معركة بحياتي. كنت طفل عمره 12 سنة، توني ماسك التليفون داخل عالم السوشيال ميديا جديد من سلالة أطفال سبيستون. كنا نحكي عن الأنمي ونقول عليه كرتون بجروبات الفيسبوك، ننشر منشورات الضحك على الفيسبوك، ميمز. ما كنت أعرف شنو تيك توك، ما سامع بيه بحياتي. كنت أدور جروبات فيسبوك وأراسل الغرباء، وهذا طبعا غلط كبير للمعلومة. لكن المهم إلى أن تعرفت على كاظم، شاب غامض هادئ مثقف يلبس نظارات ويشبه العلماء، وشافني وانصدم. قال لي انت تتابع انمي مدبلج؟ انا قلت له اوكي اتابع انمي مدبلج، شنو المشكلة؟ كاظم هنا خاب امل بي وسحبني لعالم ثاني وعلمني اول قانون باكاديمية الاوتاكو. اللي يتابع انمي مدبلج هذا مو وتاكو، هذا كرتونشي. ما ادري من اخترع هذا القانون وشلون نشاع على كل الاوتاكو، ما ادري. المهم من هذيك اللحظة انفتحت عيوني، صرت اشوف الانمي مترجم، احفظ اسامي الشخصيات، اكتب نظريات، انشر اقتباسات يابانية واقول ناني دايوكا. وتحولت من كرتونشي بسيط الى جندي نظامي الجيش الاوتاكو. صرت انزل صور طوكيو جول واحلل شخصيات هنتر، ادافع عن جوكو قدام فانز ون بيس، وكنت مرتاح لحد ما اجى كاظم قال لي تابعني على التيك توك. قلت له تيك توك شنو هذا؟ انت ما تعرف التيك توك؟ لا ما اعرف شنو هذا التيك توك. كان علمني على التطبيق ودخلت عليه. اول ما دخلت عليه طلع لي فيديو عن الارمي واحنا اقوى جيش بالتيك توك من هذا الكلام. انا قلت اوكي فيديو ما مفهوم، اطي سكيب. اتجاهلت. بس بعدين الفيديوهات كلها كانت عن الجيوش جيش الشوبين، جيش نورمار، جيش الارمي، جيش الجوكر، الاوتاكو، وحتى جيش فتيات القوة. وللمعلومة هذا يعتبر من اقدم الجيوش. جيش فتيات القوة وللمعلومة هذا يعتبر من اقدم الجيوش. يعني انا من دخلت التيك توك هو تو انتهى، بدا ينتهي. تخيلوا الجيوش كانوا مثل العصابات، كل واحد يريد يكون الاقوى. تعالوا نحكي عن كل جيش وشلون كان. جيش الاوتاكو بلا مبالغة هذا الجيش كان قوي جدا، كان مكتسح التيك توك، وهذا مو كلامي طبعا. هاشتاجات الاوتاكو بالمليارات، مئات المليارات. انت راح تقول اكيد البشر كلهم 7 مليار، شلون هم بالمليارات؟ رادو رادو رادو. نظام الهاشتاجات بذاك الوقت كان يختلف، كانوا يحسبون عدد المشاهدات على كل فيديوهات بها هاشتاج اوتاكو، تمام؟ وجيش الاوتاكو همين بداخلهم كانت تصير قتالات، تلقى نقاش جوكو ضد لوفي ضد ناروتو، كل واحد يبي يثبت انه بطله الاقوى. يا اخي شبيكم يعني لهالدرجة انتم اطفال؟ بس والله جوكو اقوى، والله جوكو بضربة واحدة يطشهم. اهم. بصورة عامة جيش الاوتاكو كانوا محبوبين من اغلب الجيوش، بس اكيد مو الكل يحبهم. كان عندنا مصطلحات دمجية بين الجيوش، مثلا اوتاكو وارمي، ارمي تاكو، بلينك وارمي، ارمي بلينك. جيش توماس شيلبي والارمي اوكي هاي كانت ما موجودة لان كانت بينهم عداوة فظيعة، بعدين نتطرق لهذا الجزء بالفيديو. ثانيا جيش الارمي المهووسين، هذول اذا حكيت على جون كوك قدامهم يسبوك، يسبون اهلك، يبلغون على حسابك، يطلعون لك بالحلم. كان عندهم هاشتاجات نار. يعني اتذكر ان الفرق بينهم وبين الاوتاكو ما كان فرق واو. يعني لو فرضنا انه الاوتاكو كانوا 100% فالارمي كانوا 85%. بيهم فئات مستفزة، بالاخص ان اغلب هذا الجيش كانوا من المراهقات الجديدات على المراهقة. بس المثير للاهتمام ان بعض الجيوش الثانية كانوا يفتحون حسابات مزيفة للارمي حتى يشوهون سمعتهم، حرب اعلامية نسوي ضدهم.
ثالثا جيش توماس شيلبي عدو الآرمي اللدود، وما أدراك ما جيش توماس. كان سفاح رسمي، أشهر شيء كانوا يسوونه هو قصف الجبهات بالفيديوهات بالردود الحادة وغيرها. مثال بسيط مثل ما تشوفون بهذا الفيديو. هذا التعليق والله أتذكره من أول ما دخلت التيك توك، هذا التعليق نفسه ما تغير ما حذفوه. واحد كاتب توماس اقصفني، توماس رد عليه أنا لا أقصف الأطفال. والله أدري أوكي الصح، الرد مو دين، لكن والله أتذكر من شفته بذاك الوقت قلت وات هذا شلون ذكي، شلون رد علي، شلون فكر بيها. ورحت سولفت لأهلي شوف هذا شلون رد علي. كانت شي حلو بذاك الوقت، والله كانت شي حلو. المميز بهذا الجيش إنه الكبار والصغار كانوا يستعملون فيديوهات توماس شيلبي وينشرون حكم توماس شيلبي كأنما كلام توماس شيلبي فلسفة الحياة. بس ترى ما كانوا وحدهم، على الرغم إن هم المركز الثالث بالشهرة، لكن عندهم ذراعهم الأيمن والحليف مالتهم اللي هو جيش الجوكر. نفس الأسلوب بالضبط، حكم وفيديوهات عميقة وتصاميم حزينة وإلخ. جيش نورمار هذا الجيش وياهم ما يعرفه خوف وش قد كانوا الشباب يكرهونه بذاك الوقت، بس البنات كانوا يحبوه أكيد، يعني مو بسبب الشعر الأشقر، بسبب إنه محتواه كان حلو بذاك الوقت. ويا صديقي كان اكو جيوش تانية صغيرة مثل جيش بمبش السيد، جيش باتمان، جيش الكرتون، فتيات القوة، جيش شروق. شكرا على المنشن ما ضيكم يا أخي. بس الصراحة ما كان لهم تأثير كبير ولا دور بالحروب. أما الحروب شلون كانت عبارة عن فيديوهات رد ورد مضاد، شخص ينزل مقطع ويقصف الثاني والثاني يرد عليه بنفس الأسلوب، وهيك تكمل السلسلة ويا المتابعين. أوكي نروح نكمل. بالعصور المتأخرة من الجيوش صارت عندنا حرب جديدة مو مثل باقي الحروب، حرب موسمية تيجي كل سنة مرة واحدة بس. وهاي الحرب مو ضد البشر الطبيعيين، لا هاي ضد نوع ثاني من الكائنات. اسم هاي الحرب حرب النسويات والذكوريين. ما أعرف حتى منين أبدأ، لكن بعد ما كنا مستمتعين بحروبنا اللطيفة بين الأوتاكو والآرمي والشلبيين، اجت هاي الحرب وخربت علينا كل شي. يا أخي الفئات اللي كانت تطلع كانت مستفزة بشكل مو طبيعي. أدخل التيك توك وأشوف ناس يحجون حكي غثيث يرفع الضغط، طلعوا عن طورهم، صاروا يسبون ويقذفون ويدخلون الدين بموضوع وهو أساسا موضوع ما له معنى. أكيد راح تسأل شنو هذا الوقت اللي يطلع به هذا الفيروس؟ الجواب بسيط، يطلع فقط وقت عطلة الابتدائية، يعني الفترة اللي ترجع بيها الآيبادات للأطفال. تخيل الولد داخل التيك توك بأمان الله يشوف بنت تسب الذكور كلهم بدون استثناء وتقلل من أبوها ومن عمامها ومن إخوانها وإلخ. أو تخيلي أنت بنية تشوفين ولد يقول البنات مكانهن المطبخ ولازم بس يخدمون الرجال وهاي وظيفتهم من الحياة. أكيد بهاي الحالة الطرفين راح يتحولون ضد بعض. بس الحمد لله كان اكو فئة ثالثة، الناس اللي أخذوا اللقاح، ناس مثلي كانوا يوعون ويقولون إحنا ويا حقوق الإنسان، مو ويا النسوية ولا الذكورية ولا أي حركة زرعها الغرب. وقتها كل الجيوش توحدوا ضد عدوهم المشترك اللي هو النسويات والذكوريين. الآرمي والأوتاكو وجيش توماس تخيلهم واقفين بصف واحد يقاتلون هذا الفيروس. كانت اللحظة عظيمة، وانتهت حرب النسويات والذكوريين تقريبا بسنة 2022 وما رجعت. بعد كل هاي السنين من الضحك والهوسرة والميمز والقتالات، وين هم انقرضوا؟ الجيوش ما تموت بهاي السهولة، بس صار شيء أعظم من الحروب. ببساطة صار العالم ممل. الجيش الجديد ما عاد يتحمس على جوكو أقوى أو ناروتو، ما حد يكتب جيش جوكر لا يقهر، حتى أفلام الجوكر خلصت. صار الكل يركض ورا الترندات السريعة، يركضون ورا المشاهدة، ما يركضون ورا الهوية. الشلبيين بعد ما المسلسل خلص والحكم انتهت قطعا، الحسابات اللي تنشر قصف ماتت. الناس كانوا ياخذون المحتوى مالتهم مال توماس من الحسابات الصاعدة. كان اكو مجموعة حسابات بذاك الوقت كلهم ينشرون عن توماس وكانت صاعدة جدا، بس اغلب هاي الحسابات وقفت، فالعالم ما لقوا حافز يخليهم يستمرون وما لقوا شي ياخذون منه، فاغلبهم انتهى. جيش نورمار والله هذا الولد العجيب بقى وحيد صحيح، جيشه اختفى فجأة، بس هو مستمر وهذا آخر فيديو له.
Sou bem, sou. Nós festa do fim de semana. والله رغم الإعاقة لكن الولد مستمر وما شاء الله، يعني مشاهداته جدا عالية. وأخيرا إذا أنت يوما ما أجيت لهذا الفيديو وذكرت هاي الذكريات من المستقبل البعيد وضحكت، فاعرف أنك كنت جزء من جيل ما راح يتكرر مرة ثانية أبدا. لا تنسى تكتب شنو كان جيشك بذيك الفترة. نشوفكم الفيديو القادم، مع السلامة.